صباح الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا ابتديت يومي معاكم في التصوير. طبعا هويت الأوضة بتاعتي كده، فتحت الشباك كنت اوريكم شكل السماء وفطرت. طبعا انا قبلها كنت صليت علشان بحب اصلي الاول وكده. بدأت بقى ايه في تجهيز الشاي بلبن بتاعي. يعني انا ما كنتش لسه فطرت، قلت ايه هعمل الشاي بلبن بتاعي الاول. وانا طبعا هنا بحب الشاي باللبن بتاعي يكون مسكر جدا، انا بحب اي حاجة مسكرة في المشروبات. فحطيت حوالي 3 معالق سكر، وحطيت بقى الشاي. حطيت برضو ايه نص معلقة من الشاي. انا بحب الشاي يكون تقيل وسكر زيادة. تمام. وبحط بقى ايه اللبن نص او 3/4 الكوباية كده، والربع الباقي من الكوباية بملاه مية. وهنا بقى ايه كان البيض استوى. وفطرت بقى بيض وجبت جبنة، واصلا ما كملتش رغيف واحد من العيش. وهنا بقى ايه كنت بقلب شاي بلبن. بحبه قوي جدا الشاي بلبن يا جماعة، بالذات في الفطار او العشاء. يعني مثلا بشربه الصبح وبالليل، انا ما في النهار كده العادي لا، مش بحب اشرب شاي بلبن. هتقولي لي ليه؟ اقول لكم ما اعرفش، بحس ان وقته يا الصبح يا بالليل. وهنا بقى ايه بجيب كده من تحت الكوبايه خالص، من اخر حاجه من عند الشاي كده، اشوف لو في سكر اقلب كمان، لو ما عادش سكر يبقى السكر اتقلب وخلاص كده. هنا بقى كنت بشوفه ولقيت السكر خلاص اتقلب، ما عادش فيه سكر من تحت. كان فيه الشاي بس. هنا بقى اخدت انا يا الشاي. جماعه لبست الاسدال اهو وطلعت لكم. اللي واخد باله قوي انا مش في اوضتي النهارده. تمام. عملت شاي بلبن، فطرت، عملت كل حاجه، ودلوقتي بقى ايه؟ عايزه اذاكر. عايزه. انا بالنسبه لي الرياضه دي مش بتتذاكر، بس هي المفروض تتذاكر، لكن انا معرفش طريقه مذاكره الرياضه. المهم، هكتب الواجب دلوقتي بتاع الرياضه وهفهم الدرس، علشان انا بجد مخنوقه من الرياضه والكيمياء. حرفيا الرياضه والكيمياء بكرههم. المهم، هحاول ان انا افهم الدرس واحل الواجب. لسه قدامي فرصة، او لسه قدامي وقت كمان على الدروس اما تبدأ، عشان انا دروسي مش هتبدأ دلوقتي الا كمان شوية كده. فدلوقتي هقوم اهو. هعمل ايه بقى؟ هفهم الدرس واجيب ادواتي الدراسية، الكتاب والكشكول والاقلام وكل حاجة والآلة الحاسبة، ونبتدي طبعا ان شاء الله مذاكرة. تحفة يا جماعة. وطبعا انا بحبه مسكر، بحب الشاي بلبن مسكر. لا طبعا انا مروقه معاكم المكتب فيه فيديو. صح، حطينا كتاب البحثة، وده كشكول البحثة، الآلة الحاسبة. تعالوا بقى نختار الأقلام. هختار قلم جاف، ده احمر. اوكي، مش مشكلة، هجيب قلم ازرق، ممكن اجيب ده. قلم الاسنان والاستيكة، بس تقريبا دول اللي هحتاجهم. هاخدهم بقى وانزل، او هاخدهم يعني واروح اشوف الرياضة بتقول ايه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. نطفي نور الأوضة. ده المنظر يا جماعة، حرفيا هو كده الرياضة بتهنا. اكتر حاجة عجباني الكشكول بتاع الرياضة بجد. يا جماعة بجد ما تستغربوش من قعدتي، انا بحب اذاكر على الارض. تمام، مش بعرف اذاكر على مكاتب ولا حاجات من دي. انا دلوقتي قعدت ونسيت اجيب الشاي بلبن بتاعي من على الترابيزة، فاضطر اقوم دلوقتي اجيب الشاي بلبن. بجد معاناة. صحيح مش هعرف اوريكم وانا بذاكر، لاني هفتح يوتيوب من التليفون اللي انا بصور بيه ده. اوكي. وللاسف يعني هشوف من عليه، فمش هعرف اصور لكم المشاهد وانا بذاكر يعني الرياضه. وهي مشاهد مش لذيذه يعني عامه، لان انا مش بحب اذاكر رياضه. وهنا بقى ننضف الأوضة بتاعتنا علشان مش متنضفة، ونرش معطر بقى ونظبط الدنيا كده ونفتح شباك الأوضة. طبعا أنا تحت كنت فاتحة الشباك لأنه ما كانش أوضتي، بس أنا كنت قاعدة فيها مؤقتا. يعني دلوقتي أنا قاعدة في أوضتي، فظبط الدنيا كده. أول حاجة بس نفتح الشباك. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعة نور ربنا حلو قوي. هذه السماء الزرقاء. دلوقتي بقى نعمل ايه؟ هنرتب السرير ده. تعالوا بينا بقى نجهز الشنطة. اول حاجة انا جهزت الشنطة اهي. تعالوا بقى نشوف هناخد ايه. الاقلام معانا والآلة الحاسبة معايا. يا جماعة بقى الشنطة زي ما انتم شايفين كده، انا حاطة فيها الكتاب اصلا. هحط بقى الآلة الحاسبة بتاعتي كده. وتعالوا بينا نشوف الاقلام. اول حاجة معايا هاخد قلم احمر، ممكن محتاجهوش. وهاخد قلم ازرق وقلم اسنان والسنون وقلم رصاص احتياطي. تمام. وهاخد كمان الاستيكة وقلم اسمر كده. انا معايا قلم جاف واحد
هاخد كمان واحد، هاخد الاقلام دي معايا كده ونحطهم في الشنطة بتاعتنا. تعالوا بقى نجهز بقية الحاجة اللي هستخدمها في الشنطة او هحطها في شنطتي. هحضر طبعا يا جماعة البوك بتاعي. بحط هنا فلوس فكة، بحط هنا فلوس برضو، هي فكة عشرات وخمسات وكده يعني. نحطها في الشنطة. دلوقتي هحط ايه؟ هحط مفتاحي وهنشوف هنحط حاجة تانية ولا لا. بس كده تكون شنطة الدروس جهزت. هقفلها بقى وتكون الشنطة خلاص جاهزة. تعالوا بقى نحضر الاوتفيت. الاوتفيت طبعا يا جماعة انا جهزته، هتشوفوه طبعا لما اجي البس. جهزت ميني دريس والبنطلون تحته والطرحة وكل حاجة جهزتها. دلوقتي بقى ايه، في شوية حاجات كده في الأوضة برضو محتاجة تترتب، زي المكتب وزي انا لسه فرشة سجادة الصلاة من امبارح من ساعة ما كنت بصلي العشاء، بس انا ما صليتش الصبح هنا في اوضتي. الترتيبات طبعا بسيطة، اللي هو هعدل دي كده تمام، هحطه هنا. الشاحن هشيله من هنا خالص، ودي بتاعة الآلة الحاسبة تمام، والمعطر موجود هنا. وخلاص كده هو اصلا المكتب انا كنت مرتبة معاكم. بقى استخدم معاكم جل الصبار. انا كنت شايفه كذا فيديو يعني ان هو بيتحط على الوش، فانا مش منتظمه عليه، فعايزه ابقى اجربه كده او التزم عليه اشوف هيعمل فرق ولا لا. بس هو انا اصلا كذا مره استخدمته ما حسيتش باي فرق ولا حسيت باي حاجه. طبعا حطيته على وشي. هستخدم الليب بالم دي، هي اصلا تعتبر خلصانه من كتر ما انا بحبها حرفيا. شايفين هي اصلا قد ايه؟ لحظه اشغل لكم بس الفلاش تشوفوها. شايفين هي قد ايه صغنونه جدا وخلصت خلاص. فمحتاجه ان انا اجيب زيها في اسرع وقت لقيت يعني، لانها حلوه قوي. كمان كان عندي بالفراوله وكان عندي بالنعناع. بصوا انا كنت بجيب ليب بالم كتير جدا حرفيا. هضطر ان انا اخد بصبعي لان هي خلصانه حرفيا. ده بقى بودي لوشن، هو بالمانجا حلو برضو. بحب احطه على ايدي وكده لو انا خارجه كمان للدروس. بحب احطه على ايدي، هو ريحته مش قويه وبيرطب. هو كمان ريحته بتبقى بتحتفظ بيها الجسم كده ومش بتعمل ريحه فواحه يعني، عشان طبعا الريحه دي حرام. هو مش بيعمل ريحه فواحه، هو يدوبك بتحطيه كده وخلاص على الجسم. سكين كير روتين بتاعنا وروقنا الاوضه، جهزنا الشنطه، جهزنا الاوتفيت. دلوقتي بقى في شويه مواعين عايزه اساعد ماما بجد، لان ماما تعبانه يا جماعه. ادعوا لها طبعا بالشفاء. فعايزه اساعد ماما في ان انا، هو حاجات بسيطه جدا، هي الكوبايات وخلاص. كان في كوبايات كده بتاعت شاي وعايزه تتغسل يعني. والفطار اللي انا كنت فطراه كده، الطاسه اللي انا عامله فيها البيض وخلاص. واهم حاجه كوبايه الشاي بلبن بتاعتي تتغسل بقى، طبعا هي فاضيه دلوقتي فهروح اغسلها قبل ما اروح. تعالوا نعمل حاجه كده. رش المعطر يا جماعه، انا بحب ارش معطر في كل الاوضه بتاعتي وبغرقها حرفيا معطر. هروح بقى دلوقتي اغسل المواعين علشان محتاجه تتغسل. وهي حاجات بسيطه اصلا، مش هتاخد مني حاجه. لو هو طبقين صينيه كده فيها 4 كوبايات ولا حاجه، حاجات بسيطه وخفيفه جدا على الماشي كده تتعمل وخلاص.